السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل عليكم جميعا يا جماعة، او يا مساء الفل على حسب التوقيت اللي انت بتشوف فيه الفيديو بتاعي. زي ما قلت لكم يا جماعة، قبل ما نخش في موضوع الفيديو بتاع النهاردة، ما تنساش تعمل لايك. اللايك بيساعد بشكل كبير جدا ان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس المهتمية بالسفر وتعديل الاوضاع واستخراج الفيز، وتعمل سبسكرايب للقناة عشان يوصل لك كل جديد. نسمي الله ونتوكل على الله ونخش في موضوع الحلقة بتاعت النهاردة. أسئلة كتير جدا جات لي على القناة يا جماعة، أو حتى جات لي على الأسئلة الشخصية من أصدقائي على الماسنجر والواتساب whatever. يعني انت أحمد لو رجع بيك الزمن تهاجر تاني ولا لأ؟ أحمد لو رجع بيك الزمن سنين ورا تعمل نفس اللي انت عملته ولا لأ؟ النهاردة هجاوب أنا على السؤال ده، وبرضو الإجابة أكيد هتكون مفيدة لناس كتير جدا. والاجابه هي بصراحه، يعني لو رجع بيا الزمن تاني انا هعمل نفس اللي انا عملته ده مره تانية، وههاجر تاني وهفكر في السفر تاني. بس يعني خليني هجاوب على السؤال بتاع النهارده، وهو انا هاجرت ليه اصلا او سافرت ليه. بصوا يا جماعه، خلينا متفقين على شويه نقط كده لازم تبقى واضحه. لو انت مسافر اصلا من بلدك، انت شخص فاشل، انت مش قادر تحقق حاجه، وانت معتقد ان انت لما تيجي تسافر انت هتحقق كل احلامك، فعايز اجاوب حضرتك واقول لك لا. انت لو سافرت بالاسلوب ده، فصدقني انت هتيجي في اي بلد انت هتسافر ليها انت هتفشل. امريكا بقى، دول اوروبا، كندا، استراليا، ايا كان انت رايح في انهي حته، فصدقني انت هتفشل. احمد طب انت هاجرت ليه مثلا؟ على حد يجي يقول لي انت يا عم الجامد انت هاجرت ليه؟ هقول لك يا باشا انا هاجرت ليه. الحمد لله الناس اللي عارفاني كويس عارفه ان انا انسان الحمد لله كنت مدرب جمباز في مصر، وكنت بعمل اللي انا عايزه، حققت كل حاجه انا نفسي فيها فعلا. بس وصلت لمرحله اللي هو خلاص انا مثلا لقيت ان سقفي مش هقدر اتخطاه، ولو انا عايز اتخطاه هعمل حاجه او هعمل حاجات عكس تربيتي وعكس اللي ابويا رباني عليها. فاحنا اتربينا ان انت تبقى راجل اولا، ثم بقى تيجي الفلوس، يجي الكارير، يجي اي حاجه. فانا ما عنديش حته ان انا امسح كوخ لحد، او ان انا اشير بوست لحد عشان اخد بوزيشن كويس في الشغل والكلام ده كله. فده احنا ما تربيناش عليه بقى. احنا اتربينا ان احنا نجتهد، اتربينا ان احنا نبقى رجاله، اتربينا ان احنا ندي شغلنا حقه، لان الفلوس دي احنا بندخلها بيوتنا وبنصرف بيها على بيوتنا. فاحنا اتربينا على كده. لما انا وصلت ان انا خلاص انا عملت كل حاجه انا نفسي فيها، وخلاص انا عايز اوصل لحته اعلى من كده، ولقيت ان الدنيا بقى مش مساعداني، او ان انا لازم اتبع اسلوب انا ما اتربيتش عليه. فهنا اقتنعت تماما ان انا لا خلاص انا لازم امشي. بس ده مش معناه اني كنت فاشل، لا خلاص انا وصلت لحته انا خلاص كده مصر بالنسبه لي شكرا، مش هتقدر تضيف لي اكتر. فطبعا مشكوره بلدنا حبيبتنا طلعتنا رجاله، بس خلاص بندور على حاجه اعلى. فهو ده كان سبب ان انا هاجرت، او ان انا افكر عامه في السفر، مش ان انا كنت فاشل في بلدي. وفي كلمه يا جماعه انا دايما بقولها في كل الفيديوهات، يعني الفاشل في بلده فاشل في بلاد الناس. انت فاشل في بلدك، ما تقتنعش ان انت هتيجي هنا مثلا هتيجي امريكا ان انت هتحقق اي حاجه. لا، انت مش هتحقق اي حاجه، وهتبقى فاشل. لان معلش انا اسف في الكلام، انت فاشل في مجتمع نفس مجتمعك، نفس لغتك، نفس طباعك، نفس كل حاجه، وما قدرتش تعمل حاجه. هتيجي بلد زي امريكا هنا انت مثلا ما بتعرفش تتكلم انجليزي، وطباع غير طباعك، وثقافه غير ثقافتك، ودنيا غير دنيتك، فانت هتيجي هنا تنجح؟ صدقني لا، مفيش الكلام ده خالص. الناجح في بلده ناجح في بلاد الغير، الفاشل في بلده فاشل في بلاد الغير. فهو ده كان سبب اللي خلاني انا ابدا افكر ان انا بقى ابدا اسافر، او ان انا هاجر، او اي حاجه بقى من الحاجات دي. فده كان هو ده السبب، يعني عشان انا عرقان. الجو النهارده حر جدا، ولا التكييف بتاع العربيه نافع ولا اي حاجه نافعه. بس فهو ده دي الفكره ان انا فكرت ليه ان انا ابدا خلاص كده شكرا، وابدا اشوف لي ايه بلد تانية هاجر ليها عشان اقدر احقق اللي انا عايزه. بس واي حد يجي يقول لك يا باشا اصل انت مصر بتعمل فيك، ومصر بتخلي، ومصر بتسوي، ما تسمعلوش يا باشا. بلدك جميله، بلدك تقدر تحقق فيها حاجات كتير، بلدك تقدر تعمل فيها فلوس، بلدك تقدر تعمل فيها كل حاجه. بس انا عشان برضو الاسئله هتجيلي، طب يا عم طالما مصر جميله كده انت ما استنيتش فيها ليه؟ اديني انا جاوبت في السؤال ده وقلت لك يا باشا انا عملت كل حاجه في مصر، بس انا كان مشكلتي مش فلوس. انا كنت بدور على كارير، كنت بدور على بوزيشن اعلى.
دي الحاجات اللي انا كنت بدور عليها، عشان كده انا فكرت في السفر. بس انما انت لو عايز توصل لحاجه في مصر، لا صدقني انت هتقدر توصل، تقدر تعمل فلوس، هتقدر تعمل حاجات كتير جدا. فده السؤال، لو عاد بيا الزمن ههاجر تاني ولا لا؟ فالاجابه طبعا ههاجر. اشوفكم ان شاء الله الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.